السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. النهاردة بنحل اختبار المسار المصري جيومتري 2021. اختبار جيومتري المسار المصري 2021. Question number 1. If the straight line L is a tangent, if the straight line L is a tangent to circle diameter 8, then the distance of L from the center of circle is 4. سهل قوي. تمام. الديامتر 8 يبقى الديستانس between التانجنت and center هيكون هو الراديوس اللي هو هاف الديامتر اللي هو 4. Question number 2. EB is a diameter. EB is a diameter. تمام. measure angle ABC 40. Angle ABC 40. Then measure arc of BC. طيب angle ABC 40. Then arc AC it will be 80. 80 then BC it will be 100. ليه؟ عشان دي كله 180. هو عايز BC نقول له 100. سهلة جدا. M and N are two circles touching externally. Their radii length 9 and x. Touching external يا شباب يعني الام ان equal r1 plus r2 يعني 9 plus what equal 14. 9 plus 5 سهل قوي. Question number 4. If measure of arc AC AB equals 60. الارc AB equals 60. then measure angle ADB equal اظن سهل قوي. ADB equal what 30. الانجل الانسكرايبد انجل half measure of arc. السنتر 60 نفس الارك. Question number 5. if measure in the opposite figure M is a circle measure angle BAM equal 25. الصغنطوطه ديت ب 25 يبقى اكيد بي برضه ب 25 لان هما ده راديوس وده راديوس ده اساسا تريانجل 25 25. اوكي. هو عايز ارك اي بي يعني عايز انجل ام نفس انجل ام اللي هي السنترال انجل 130 يبقى الارك ب 130. The number of common tangent of two touching circle internally 1. سهلة أوي. ولو كانت externally كان يبقوا 3. ولو distance يبقوا 4. اوكي. لو distance يبقوا 4. ولو كان one side in the other يكون 0. ده كان المالتيبل تشويس سهل جدا يا شباب ما فيهوش حاجة خالص. بيقول لي هنا بعد كده في الشكل اللي قدام سيادتك ده ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle M. جميل. برافو عليك يا مصطفى. يعني يا مستر انا استنتج اول باول كده ايه الحاجات اللي هو بيديهاني. قال لي ان التريانجل ده ايكوال ايه ايكويليترال يبقى 60 يبقى بالمره انجل ام ديت بكام ب 120. طيب هو بيقول لي فايند وذ بروف ميجر ارك بي سي. طب ما البي سي خلاص ما احنا جبناه 120. تمام لانه دبل الايه دبل الانسكرايبد انجل ديت اللي هي 60 ونفس السنترال ديت. تاني حاجه عايز ميجر انجل ام بي سي. ام بي سي خلاص ما ده 120 باقي لك قد ايه يا بطل؟ باقي لي 60 من 180 يبقى ديفايدد تو 30. نكتب بقى البروف ازاي؟ هنقول سنس ان تريانجل ABC is an equilateral طيب ABC is an equilateral therefore measure angle A equal 60 degree. تمام. يبقى على طول برضو نقدر نقول measure of arc BC equal to من measure of angle A equal 120 degree. وده ايه؟ ده الفيرست required. second required هنقول since ان measure angle BMC
ايكوال 2 من ميجر انجل A، ونكتب بين قوسين كده عشان تطلع انت شاطر كده وكويس كده وفاهم كل حاجه، تكتب سبتند باي بي سي ارك. يعني هما الاثنين لهم نفس الارك بي سي، ودي سنترال وديت انسكرايب. يبقى بي ام سي ايكوال 2 من ميجر انجل A، therefore ميجر انجل ام ايكوال 120 ديجري. وسنس ان ام بي ايكوال ام سي رادياي، hence measure angle ام بي سي اللي هو عاوزها equal 180 minus 120 over 2 equal 30 degree، وده السكند required. حضرتك بقى عايز تضيف تقول ان ام بي سي ده ايسوسيلس تريانجل، تمام، ويبقى الميجر انجل ديت ايكوال ميجر انجل ديت، ما عندكش مشكله، تقدر تضيف زي ما انت عاوز في البروف بتاعك وتحسنه بشكل كويس جدا يعني على قد ما تقدر. question letter B في نمبر 2 بيقول لي هنا يا شباب ED is the diameter. ED is the diameter. انا اقرا السؤال بتاعي كويس وابص على الرسمه بتاعتي. ED is the diameter، diameter اهوت، وEB is the tangent، يبقى على طول دي ب 90، يبقى على طول الانجل دي ب 90. diameter وتانجنت يا ادهم، يبقى ديت ايه؟ 90. اوكي. after that measure angle ABD 50. اوكي. E is midpoint، يبقى على طول باس بايسكت، يبقى perpendicular. midpoint يبقى perpendicular على طول. طيب بعد كده بيقول لي find with proof AME. اظن مفيش اسهل من كده. ايوه ده كوادريليترال فيجر، فبيكون كلهم 360، يعني ديت واحنا مغمضين هتطلع ب 130. نكتبها بقى ازاي؟ هنقول سنس ان AB is a tangent، so measure angle A equal 90 degree. وسنس ان ME bisect BD او DC، hence measure angle MEB equal also 90 degree. وبعد كده تقول له in the figure. او نقول افضل in quadrilateral figure. اللي اسمه AMEB measure angle M او اللي هو عايزها AME equal 360 minus، ونجيب الايه الحاجات الباقيه كلها اللي احنا جبناها 90 50 equal 130. كان يقدر برضه في السؤال ده يا شباب يقول لي بروف ذات ان الشكل ده سايكليك كوادريليترال، بكل بساطه تقول لي الاتنين دول اوبزيت بعض ايكوال 90، هيبقى الشكل ده سايكليك كوادريليترال. وكان ممكن يقول لي عايز ميجر انجل اي ام دي ديت اكستيريور انجل عن السايكليك كوادريليترال، فتبقى ايكوال اوبزيت اوف ادجيسنت. يعني حاجات كتير جدا كان يقدر يقولها لي في السؤال ده، لكن كويس جدا الراجل ما طلبش غير اسهل حاجه في الايه في السؤال، والسؤال طبعا كله سهل مفيهوش حاجه. question number 3 بيقول لي في الشكل in the opposite figure AB و CD are two chords in the circle. AB intersection CD equal E. EC equal EB. EC equal EB. prove that ان EA equal ED. طيب لحظة كده بقى يا مستر. دلوقتي الراجل قال لي ان دول تو كوردز عاديين جدا مفيش اي حاجه، لا قال له هم ايكوال ولا مش ايكوال، ما قالش حاجه، بس قال لي ان الاي سي ماله ايكوال اي بي، يعني معنى كده الانجل دي قد الانجل ديت،
يعني معنى كده يا مستر الارك ده اللي هو اسمه بي دي هيكون قد الارك اللي اسمه اي سي. طب ما طالما الارك اللي اسمه بي دي نفس الارك اللي اسمه اي سي، احنا الله عليك لو اضفنا بس الحته بتاعه الاي دي ديت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الارك اللي كله على بعضه اسمه اي بي، هيبقى ده الارك مين؟ دي سي. طب ما انا اصلا عندي اي سي ايكوال اي بي، هيكون باقي لي اي اي ايكوال اي دي. طب نقولها بالراحه تاني بقى كده يا شباب عشان الناس ايه تفهمها تاني. الراجل ما ادانيش غير ان اي سي ايكوال اي بي، فانا استنتجت ان انجل سي ايكوال انجل بي. تمام، استنتجنا ان ايه؟ انجل سي ايكوال انجل بي. طيب لما انجل سي ايكوال انجل بي، ما يبقى يا مستر الارك ده ايكوال الارك ده. طيب معنى ان الارك ده قد الارك ده، لو اضفنا له الاي دي ده ايه اللي هيحصل؟ هيكون الكورد اي بي ايكوال كورد دي سي. اوكي؟ طب انا اصلا قايل لك من الاول ان بي اي ايكوال اي سي. طيب لو حذفناهم هيكون الاي اي ايكوال اي دي. طيب نكتب بقى الكلام ده يا شباب ازاي؟ هنقول يا شباب هنا since ان اي سي equal EB, therefore measure angle C equal measure angle B. Okay, therefore measure of arc DB BD equal measure of arc EC. ونقول حته صغنطوطه قوي by adding AD arc. ايه اللي يحصل لما نضيفه؟ هيكون measure of arc AB كله على بعضه بقى equal measure of arc CD. كلام جميل جدا. تمام، يعني ال AB chord هيكون equal CD chord. ما لو الاركين قد بعض يبقى الكوردين قد بعض. طيب ال AB equal CD وثنس ان EC equal EB على طول ال EA اللي هو عايزها، كان عايز يثبت ايه؟ EA equal ED. EA equal ED. وده الحل النهائي بتاع السؤال. طيب question letter B بيقول لي find the measure of arc. هو الميجر اوف arc كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن length of arc over 2 by r multiply 360. ده الرول بتاعنا. تمام؟ يعني لما يقول لي find the measure افتكر الرول على طول. الرول كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول length over 2 by r multiply 360. طيب and the length of arc equal third. مديني الارك جاهز third of a of circle. ال which of represent 1 over 3 measure of a of circle where its diameter length 42. الديامتر بكام؟ ب 42. يعني الريدس بكام؟ ب 21. طيب يبقى هنا يا شباب بيقول لي اول حاجه عايز الميجر اند لينس. طب بسهوله جدا ممكن نجيب الميجر. الميجر ثيرد الايه؟ ثيرد السيركل. يبقى ميجر of arc equal 1 over 3 multiply 360 equal 120 degree. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للميجر. عملنا 1 over 3 multiply 360. ما السيركل كلها ب 360. بعد كده عايزين اللينث. length of arc equal measure of arc. نكتب الرول over 360 multiply 2 by r. يعني equal
120 over 360. وكان ممكن نقدر نكتب ايه ثيرد على طول، مش لازم نكتب ديت يعني. multiply 2 multiply 22 over 7 multiply الار اللي هي ب 21 ونحسبها وتطلع بقى زي ما تطلع عادي، مفيش مشكله من ديت. نحسبها برضو عشان تكونوا ايه متاكدين من حلكم. one over 3 multiply 2 multiply 22 over 7 multiply 21 44. يبقى اللينث اوف ارك ايكوال 44. Question number 4. In opposite figure EB is a tangent. EB is a tangent. على طول يا جماعه نطلع اوبشناتنا في الايه في السؤال على طول. EB is a tangent MB radius يبقى ده 90. طيب measure angle A 40. الانجل اللي هنا 40 90 يبقى دي بالمره كده 50 ودي 40. نكمل AM intersect circle M at C and D. اوكي مفيش مشكله من ديت. find with proof measure angle BDC. BDC اللي هي ديت. عايزين انجل BDC. طيب نقدر نجيبها ازاي؟ 50 يبقى اللي جنبها 130 يبقى باقي لك قد ايه من 180؟ باقي لي 50 دي تاخد 25 ودي تاخد 25. عايزين بقى نكتب السؤال بتاعنا يا مستر، نكتب الحل بتاعنا. ايوه راديوس ام بي راديوس وام دي راديوس. لا بي ايه مش راديوس، خلي بالك بي ايه بره السيركل. نكتب بقى السؤال بتاعنا ده question 4A. هنقول since ان BA is a tangent hence measure angle ABM equal 90 degree. In triangle MBD since ايوه since angle BMD is an exterior angle of triangle AMB يبقى على طول measure angle BMD equal دي exterior angle فبتكون equal to adjacent to interior except adjacent to interior except adjacent يعني 90 plus 40 equal 130. وسنس ان MB equal MD equal R يبقى على طول measure angle اللي هو عايزها اللي كان اسمها MDB equal 180 minus 130 over 2 يعني equal 25 degree. نعم equal R radius. ايوه طبعا عادي مفيش مشكله. ايوه طيب question letter B. AB and CD are two chords at circle. AB intersection CD equal E.
measure angle DEB DEB 110 و measure of arc AC equal 100. find the measure angle DCB. ده طبعا يا شباب الويل نون بروبلم، ده الويل نون بروبلم. يعني بمعنى صح المفروض اجيب ايه؟ المفروض ان انا اجيب البي دي دهوت، الارك بي دي ده اهو، نجيب ميجر اوف ارك بي دي. اوعى حد يتلخبط ويفكر الايه ده السنتر، ده مش السنتر، تمام؟ ده مش سنتر. طيب يبقى احنا اشتغلنا على مين؟ على الويل نون بروبلم. فاكرين يا شباب لما كنا بنقول عايزين نجيب اي ارك بنجيبه ازاي؟ هي الانجل كانت هاف ميجر اوف ايه؟ هاف ميجر اوف سم اوف تو اركس. الانجل دي كانت هاف ميجر اوف ايه؟ اوف تو اركس، هاف السم بتاعهم، هاف السم، هاف السم. ال 110 ديت كانت هاف الايه؟ السم بتاعهم، تمام؟ طب احنا كنا كاتبين رول بنقول لو عايزين اي ارك هيكون 2 في الانجل ماينس الارك الثاني. فلو جبنا الميجر اوف ارك بي دي هيكون ايكوال تو ميجر اوف انجل دي اي بي ماينس ميجر اوف ارك اي سي، يعني ايكوال 220 ماينس 100 ايكوال 120. يعني measure of arc BD equal 120. Therefore measure angle DCB equal half measure of arc BD equal 60 degree. يبقى السؤال ده على الويل نون بروبلم يا شباب، واحنا كنا كاتبين الرولز بتاعته كلها، تمام؟ ودولت intersecting inside the circle، متقاطعين جوه الايه؟ جوه السيركل. question number 5، سؤال قديم جدا من الاسئله اللي هي متكرره بشكل على طول. بيقول لي يا مستر عندك ام سيركل اي دي ايكوال دي بي. اي دي فين؟ اي دي، اي دي اللي هو الصغنطوط ده ايكوال دي بي، ادي دي بي اهو. اي دي ايكوال دي بي، يعني ده الدي في النص. طيب وبعد كده اي ايكوال اي سي، يعني معنى كده ان الاي في النص برضو زي ما واضح قدامك في الشكل بالظبط. ميجر انجل اي ب 100. find with proof measure angle MYX. فطبعا زي ما انت شايف قدامك في الشكل هو عايز ميجر انجل MYX، MYX اللي هي ديت. طب ما هو بسهوله جدا يا مستر، تعالوا نكبر الشكل شويه. طبعا دي 90 ودي 90، دي 100 هتكون دي 80، هتكون دي برضو 80 فيرتيكال اوبست انجل. طب ده راديوس يا مستر وده راديوس يا مستر قد بعض، 80 يبقى لك 100 من التريانجل، يبقى 50 50. واضحه؟ طيب نكتب يلا. هنقول يا شباب since ام دي او since ان دي ميد بوينت of AB and E is midpoint of AC، يبقى على طول hence measure angle MDA equal measure angle MEA equal 90 degree. على طول measure angle EMD هتكون ب 360 ماينس الكلام الجميل ده اللي هو 100 بلس 90 بلس 90.
equal what equal 80 degree. طيب بعد كده يا شباب since ان measure angle YMX equal 80 degree ونكتب بين قوسين vertical opposite angle. تمام، دول vertical opposite angle. تمام، يبقى measure angle نقول ايه؟ نقول since MY equal MX equal R يبقى على طول measure angle Y equal 180 minus 80 over 2 اللي هتطلع بكام؟ تطلع ب 50 degree. last question بالمرة. last question بيقول لي ABCD are two parallel، دول parallel يبقى على طول يا مستر الارك ده ايكوال الارك ده. اوكي طيب بعد كده بيقول لي ميجر انجل بي اي دي ب 20 يبقى الارك ده ب 40. طالما دي ب 20 يبقى الارك ده يبقى برضه الارك ده 40. فبيقول لي عايز ميجر انجل، عايز ميجر ارك بي اي سي، عايز ميجر ارك اي سي. طب ما احنا جبناها يا مستر واحنا لسه بنقرا السؤال. تمام، ما احنا جبناها وقت يا عم ياسر، مش قلنا الانجل دي ب 20؟ تمام، يبقى الارك ده 40 وطالما التو كوردز بره للبعض يبقى الانكلودد اركس ار ايكوال ان ميجر، يبقى ده 40 ده 40 زيه. تمام، هنكتبها ازاي؟ هنقول سنس ان ميجر اوف ارك بي دي ايكوال تو ميجر انجل اي يعني ايكوال 40 ديجري، وسنس ان اي بي باراليل سي دي يعني هنس measure of arc BD equal measure of arc AC. تمام، التو اركس قد بعض يعني على طول measure of arc AC also equal 40 degree. وكده خلصنا الاختبار بالكامل ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.